معليش يا ميسي معليش، لا عليك يا ميسي، انت ضيع حبيبي، ضيع حبيبي، انت ضيع وانا نشربها، انت تمر بجانب الحدث وانا نصير سبب خروجكم البطولات. مش مشكل، فداك يا ميسي، فداك يا افضل لاعب في التاريخ، انا درعك، انا سهمك، انا نبراسك وقلمك يا ليو، انت ميسي كبيرهم على صغرك وعرض المتعة في عالم القدم، وانا يا ميسي مستعد للذود عنك لتقبل سهامهم بدلا منك وضربهم بدلا عنك لاخر رمق. محلاكم جمهور الكرة، فشل الارجنتين في البطولات الكبرى من 93 في ماتش المكسيك 2-1 من 26 سنة. الذهب لا يدخل البلاد الفضية أرجنتينا. هي ميسي، هي ميسي، جول القائم الليونيل، مش ممكن مثل ميسي والتعادل يضيع. يا كورة يا ملعونة، يا كورة يا مسحورة، يا كورة يا مخبولة، مش ممكن كورة مقبولة ضاعت على المنتخب الارجنتيني. هذه الكورة تحب البرازيل، هذه كورة عاشقة البرازيل. الارجنتين الحقيقة تستاهل تعادل، تستاهل تعادل الارجنتين. لما تكون في سيمي فاينل في البرازيل بالذات ضد منتخب الدار، منتخب الضيافة، كورة على العارضة وكورة على القائم، تولي ماكش محظوظ بالكل. ميسي لا تريد ألقاب القارة، ميسي لا تحب ألقاب المونديال والفيفا. لماذا تمنعت؟ لماذا ترفضين؟ لماذا تلفظين؟ لماذا لا تقبلين بما رفض اللاعب في التاريخ ليونيل ميسي؟ الكرة تحكم بأحكامها. الأرجنتين ظلمت في هذه الساعة الأولى من المباراة في زمن 60 دقيقة من القمة من كلاسيكو الأرض يا لوتارو. ظلمتم، ولكن هذا منتخب ممكن يبنى عليه، هذا منتخب ممكن يبني عليه الفريق الأرجنتيني. ميسي لن يلعب هذه المرة نهائي الكوبا، سيخرج في نصف النهائي بعد فاينل 2007، فاينل 2015، فاينل 2016 وكوارتر فاينل 2011 على أرضهم. الأرجنتين ما يوريوش خسارتهم، ما يوريوش دموعهم قدام البرازيليين. إنه الكبرياء الأرجنتيني يا سادة، ولكن في القلب العين تدمع والقلب يوجع. الخسارة أمام الغريم الأزلي توجع، والخسارة أمام العدو الكروي تؤلم.